اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم ضرب في المليان. سيادة الاستاذ مرتضى منصور حول قناة الزمالك من قناة رياضية لا مؤاخذة يعني القناة إباحية، والدليل في الحلقة معانا النهاردة. هنشوف الفيديو ونرجع نرد عليه. ويمكن انا قلت لكم ما تقولوش مين اللي طالع، صح، عشان اخلي العيال الكدابه تكمل. لجانك يا محمود يا خطيب والجان الاخوان الاثنين كده دلوقتي. لجانك يا محمود يا خطيب والجان الاخوان. والاخ اللي عمال قال لي انت بتعمل ايه؟ فكرني. احتقان. ده انا بقيت 48 ساعه في اشاعات اتقبض عليه. فانا قلت طب خلاص مفيش مشكله، انا هوري الناس على الطبيعه ان دي لجان حقيره كدابه. محدش يقدر يمنعني لان انا بقيت صوت الشعب. انا صوت كل مواطن شريف عايز يقول ومش عارف يقول ومش عايز يقول، انا بقول مكانه. اذا كنت عايز تكتم اخر صوت للشعب اكتم، ما احنا كلنا عارفين. ايه رايكم بقى دلوقتي اهو؟ اخويا التوأم ماليش اخوات صبيان، يا ريت بس عشان شعب مصر تعرف لجان محمود الخطيب ولجان الاخوان ايد واحده. هم دول وهم دول اللي هاريين اشاعات واكاذيب، وسيادتك لسه مصمم برضه ان انا عامل احتقان. طيب وانا اللي قلت بديل السيسي فوضى، هي ولسه بقول بديل السيسي فوضى بالرغم من كل اللي عملوا فيها في عصره. قاتي بالتزوير في انتخابات البرلمان، وانا طالع الاول على الجمهوريه تاني مره من اول يوم، وانا لا اريد ان اصطدم بالقضاء. انا هنا تاني مش عايز اصطدم بالقضاء، لاني لو اتكلمت لا ده كيان كبير، دي 5 6 7 8، بس انا ساكت. بس الموضوع لو زاد بقى ده محبوس ومش محبوس ما تستفزنيش، خليني ساكت. هديك حته صغيره. محمد عثمان الاخوانجي اهو، الاخوانجي اللي هو محامي الاخ محمود ابراهيم السيد الخطيب، عمل فيديو مش شتمني، لا ده عدى مرحله الشتيمه بمراحل. عايز اجيب لكم بس الحكم بمراحل على واحد من ارجل الرجاله في البلد دي انه شاذ. الباشا القاضي المحترم اداله ايقاف تنفيذ بالمخالفه المادتين 5، ده قانون بقى 55 و56 من قانون العقوبات اللي بتدي سلطه القاضي يوقف التنفيذ اذا كان المتهم كبير في السن او عنده ظروف عائليه، اب وابنه، ولا هو ماضي مشرف. سياده القاضي لما يقول اعتقد، مفيش اعتقد في القانون. محكمه النقض العليا المحترمه بتقول الاتي: الاحكام تبنى على الجزم واليقين. فسياده القاضي الجليل لما يقول ايه؟ اعتقد ان محمد عثمان مش هيشتم مرتضى تاني، لا يا فندم، ده مش قانون، ده مش قانون. كل الاحترام والتقدير لسيادتك في دماغي، بس مش قانون. لما سيادة قاضي جليل اخر انا لغي له عضويته بخط ايدي من نادي الزمالك لاسباب مش هتكلم عنها من 2 سنين ويديني سنه سجن، لا مش عايز اتكلم خلاص، يعني كفايه بقى. محمد انا مش عايز اصطدم بالقدر طبعا. هيئه دي هيئه عظيمه، وكل اللي بعمله بعمل نقض وبعمل شكوى في التفتيش القضائي. نقض عشان القانون، شكوى عشان التجاوزات. حضرتك كنت عضو في نادي الزمالك واتلغت عضويتك من رئيس النادي، لا يجوز انك تشوف القضيه، ده قانون. ده انت كمان يا سياده المستشار كشفت العيال الخونه والعملاء دول كلهم بالفيديوهات وبالمستندات. يا باشا انا اللي هيتحقق معايا؟ نعم يا بلد، سمعني صوتك يا مسؤول، ده انت هتبقى ضحوكة مصر كلها. وسوف نحقق في التجاوزات. انا مش هسكت، وزي ما قلت انا صوت الشعب. عايزين تعرفوا انا صوت الشعب ازاي؟ طيب الاول بس انا عايز
اوادي شعب مصر المتضرره اصل لا ما ينفعش ده لسانه طويل. ممكن تشوفوا واللي يكذبني يبعت دلوقتي يقول الكلام ده كذب. يوم 1/1/2011 المشاهد دي هتشوفوها يا خجلانين يا مكسوفين في التلفزيون المصري في القناة الأولى يوم 1/1 الصبح. لو أنت بتحب الراجل ده فعلا ووطني ومسؤول فرجها له. السفالة والشرمطة والوساخة اللي اتقالت على الراجل ومراته وولاده، سيبك مني أنا. ورينا يا باشا اللي اتعرض، بس احنا مكسوفين خجلانين منه قليل الادب. وحدنا قليل الادب مع الخونه الارهابيين المجرمين اللي عايزين يوقعوا بلدي واللي مش عاجبه يشرب من الخراره. تاني اتذاع الكلام ده في القناه الاولى المصريه. يعني مش كان فيديو انا اللي رحت له، لا ده انت ذاعته للناس كلها. ورينا يا ابن المشاهد كده. ايه رايكم يا اللي زعلانين من مرتضى منصور؟ حسبنا الله ونعم الوكيل والله العظيم. ده اتذاع في القناه الاولى. منتج عماد اديب ده عماد وعمرو اديب. بتحدى وتاليف الكاتب النجس الاسواني. هيروح فين من ربنا؟ مصر بلد الازهر. طبعا. زعلانين مننا؟ قناه اولى مصريه. تحب اوريكم المسلسلات؟ يلا يا مره يا وسخه، يلا يا مره مش عارف مين. ها؟ لا ما ينفعش. والالفاظ اصلا الفاظ. لا يا مامي. قناه اولى. ده انا جبت شويه مشاهد. في مشهد ناقص. لا والنبي خلاص يا سيدي. خلاص بقى. يلا. يلا. ده اتذاع. ده شويه مشاهد كده. على قد يبقى مش عايز اسمع صوت حد. مش هم اللي قالوا يطلع عشان ما كشفش الاعلام الفاسد. كله كان نايم. الوحيد اللي طلع يتكلم مرتضى منصور. صوت المواطن الشريف الحر اللي ما فيش على راسه بطحه وما خدش شهر حبس عشان سرق ساعات ولا خد 228 مليون ونص وعمالين نداري وحفظنا القضيه وبنعمل لجنه من جوه لجنه من جوه لجنه. رقابه اداريه المحترمه، جهاز مركزي محترم، كسب غير مشروع محترم، وزاره شباب محترمه، ودي الشباب في الجيزه المحترمه قالوا الكلام ده حصل وخد الحاجات دي كلها. واقسم بالله ما رجع جنيه عشان محمي. وانا عايز اعرف هي دوله مع الاخوان ولا ضد الاخوان؟ هو انتم مهتمين قوي ليه بمحمود الخطيب؟ هو محمود الخطيب جه عمل بيان قبل 11/11 نادي عظيم وفوق دماغه اهو. خلاص انا بتكلم على محمود الخطيب وهوري الواد الهلفوت دلوقتي ها اللي بيقول لك الدفعه 54 ولا 74 دي. انت اشتتمتني انا رديت، قلت لازم اقف قدام ابوك انتباه، رديت عليك. ايه علاقه الدفعه بقى؟ ما تدخلناش في انت ده لعب بالنار اللي انت بتعمله ده. طب كانت فين الدفعه دي بقى؟ وهجيب لك دلوقتي ما اعرفش بير ولا مين لما قال لك شتيمه السيد المشير طنطاوي الله يرحمه والجيش كان بيتدربوا عليها جوه صاله الامير فيصل بن سعود جوه النادي الاهلي. ما اتحمقتوش ليه؟ انت عايز تدخلنا في متاهه ليه؟ انت بتلعب بالنار. انا متخانق معاك يا محمد تجيب لي نقابه الصحفيين وانا اجيب لك نقابه المحامين واجيب لك نادي القضاه. انت قليت ادبك عليا واديتك على نافوخك. ايه الدفعه؟ انت مالك؟ بطل لعب بالنار. ما انت اللي قلت على وزير محترم وكان العلاقات المصريه السعوديه هتبوظ من القواد ورحت بصت الجزمه. مش جزمه بس، انا جاي لك دلوقتي ومجلس الاداره عمل بيان اعتذر باسمك وقال ده عيل صغير ما تاخدوش على كلامه وهلفوت. عندي لسه جاي له دلوقتي. طيب انا بقى ايه اللي نبني في الموضوع ده كله؟ بلدي. انا كنت مستني مكافاه؟ لا. كنت مستني حد يقول لي متشكرين؟ لا. هم ما بيقولوش لحد متشكرين الا اللي بيخربوا البلد. محمود الخطيب ليه ما جاش قبل 11/11؟ ليه ما جاش الا بعد 11/11؟ لا انا عايز هو بيعيط ومدلدل راسه تاني. هاتوا بيعيط ومدلدل راسه
في الارض. ده مرتضى منصور يا ساده، هاتهولي بيعيط ومدلدل راسه في الارض، عايز هو منحني ومداري وشه، هاتهولي يا بيه. لا انا عايزك تجيبهولي بعد ما عيط، بعد 11/11 بكى القاذر ده، بكى وطقطق راسه زي اي كلب مهزوم. شفت مرتضى منصور عمل فيهم ايه؟ هتقول ده مش مرتضى منصور. طيب هات لي الواد زفت الطين ده اللي اسمه معتز مطر بن شادي. جاهز؟ يلا. هو سيادتك حاطط صفاره ليه؟ ما انا عايز اوري الدوله المصريه بعد 11/11 العيال دي كانت بتشتم تقول ايه؟ انت بتشيل الصفاره، حاطط لي الصفاره ليه؟ مكسوفه يا اختي؟ هات صفاره ليه؟ انا بسالك. انا عايز من غير الصفاره عشان يشوفوا قله الادب فيا انا. عشان انا من واحد من الذين افشلوا 11/11 والكل كان مستخبي، والباشا كان في قطر ثم السعوديه ثم الامارات ثم جيب السلامه. مش كده؟ انا مش عارف، مش انا اللي بتشتم. سبحان الله. شلت الصفاره بتاعت الواد معتز، نزل الواد بقى بتاع امريكا. لا تاني اللي اسمه علي او علية. جاهز عندك؟ فيديو تاني غير ده؟ يا نهار ابيض. كلهم تاني يوم طلعوا زي الكلاب المسعود، كله عشان مرتضى منصور. بينهش في وهي مؤسسات وجهات لو مش عارفه دور مرتضى منصور، شوف العيال بتعمل ايه. فين يا ابني الفيديو الجامد اللي بعد ما راح لكل المسؤولين على الشعب مصر يتفرج عليه؟ جهز يا ابني. يا بيه الواد لما قال رقبته بنص مليون، ولا مش عندك؟ شفناه. اطلع فاصل يا بيه، نطلع فاصل. اطلع فاصل. مين مستهدف؟ ده كلها شو مرتضى ده احنا لسه، ده لسه في فيديو الولايه الوسخه دي بتشتمني بس، وهنمشي احنا شويه كده وخش عليها شوف الالفاظ اللي قالتها. عشان يا مامي اصله قال لا يا مامي. طب دي واحده بعت رساله لاخونا مايكل الدويري بتقول له ايه؟ ما رايك في الالفاظ التي قالها مرتضى منصور؟ اتلهي في 60 داهيه. وبعدين انت من اول لفظ امشي، من اول لفظ في التلفزيون ولا 200 مليون مشاهده، وبعدين بعد تاني يوم لا بس لا صعب قوي يعني. وريني بقى مرحله الخطر. بس انا عايز اقول الواد دون بعد الفيديو ما اشوفه كلمتين، عشان بيقولوا عليا ان انا قليل الادب على الخونه، لسانه طويل على المتآمرين. يا دولة مصر شوفي بقى انا وصلتهم لدرجة ايه، لانه ما لقوش حد يقف لهم الا واحد اسمه مرتضى منصور. ورينا الواد بتاع امريكا ده اللي مع المخابرات الامريكية. مرتضى منصور، ودي المكافأة المالية الضخمة اللي علوة بيعرضها على لو لسه في رجالة في مصر. لو لسه في رجالة في مصر انا بعرض $500,000 جنيه مصري على اللي يجيب لي جتة مرتضى منصور كده قدامي. ما يجيبهاش امريكا، يجيب لي الفيديو كده ومرتضى منصور قدامه والباشا مخلص. $500,000 جنيه هيبقوا عنده تاني يوم. طيب واللي جاب لك امك؟ ايه رايك يا شعب مصر؟ انا صوت الشعب. انا كل المتآمرين الخونة عايزين يخلصوا مني عشان ما عندكش حد بيرد. لا اصلك انت عامل احتقان. لا اصلك انت مش عايز تعمل بيان اعتذار للخطيب وتروح تبوس راسه وراس كهربا كمان، عشان احنا عملنا لك قضيه انك انت شتمت كهربا من 4 سنين فروح اتنازل عن الغرامه. هو في كده؟ المشكله ان انا بلغت جميع الجهات المسؤوله، بعت لهم الفيديو، محدش قال لي طب نبعت لك حراسه، طب احنا نعمل ايه، طب ما تخافش. انا ما بخافش طبيعي الا من اللي خلقني، ولا حد سال فيا. والفيديو ده راح لكل المسؤولين في البلد، محدش رفع سماعه التليفون وكأني كلب يروح يلا، مع انكم كلكم كده بتعملوا قبل 11/11 وغصب عنكم. الدور الاكبر ليا
ان انا نبهت الشباب والناس انها ما تنزلش تخرب في بلدها. بيقول لك ايه اللي هيجيب راسه نص مليون. حد بقى في الدولة كلمني وقال لي ايه المشكلة؟ ايه الواد ده؟ تعالى قابل فلان، ده انت كنت مع مصر كلها، ده انت 200 مليون مشاهدة في مصر العالم العربي، ده انت ليك انصار بالملايين. ولا الهوا. من امبارح الصبح لغايه دلوقتي مفيش حد كلمني. شفتوا بقى؟ ولا الهوا ولا حد طلبني. بقول قدام الدوله كلها. والفيديو ده بتاع الكلب اللي اسمه علي دون راح لكل الاجهزه. ده اللي نبني؟ طيب طبعا نرمين دي مش هنقدر ننزلها على القناه. ليه؟ عشان الستات اللي زعلانه قوي من الالفاظ في صفحه ليا كده، مش صفحتي، صفحه تشوفها الصفحه عندك ننزلها كده الصفحه، ونطلع فاصل لغايه ما شعب مصر المحترم يتفرج على البذاءه والوساخه والقذاره من مره طالعه من قضيه دعاره. ده اللي نبني؟ نزلها يا ابني على الصفحه 3 فيديوهات وخدوا انتوا راحه واتفرجوا بقى. خشوا على الصفحه، مش دي الاصليه، لا دي احتياطيه، خشوا عليها وشوفوا قالت ايه عليا وعلى اسرتي. بقول لاي مسؤول يا اخي خد فيديوهات دي وديها له بتاعتها، بتاع العيال دي، بتاع بقى صبر اللي عيط قبل ما يعيط، عشان الرئيس يعرف ان انا رديت على مين. رديت على ناس سفله مجرمين متآمرين خونه. اطلع بقى فاصل. مبدئيا كده الفيلم بتاع عمارة يعقوبيان، وفي لقطة كده يعني مش عايز اتكلم في الموضوع ده كتير، بس ازاي تعرضها على قناة الزمالك. هنا في الفيديو شلنا الجزء بتاع العرض لكن جبناه وهو بيعرضها وهو بيتكلم عليها. طب في حاجة وحشة حصلت انت طلعت تتكلم عليها ده من 2011، مناسبتها ايه دلوقتي؟ يعني انت ايه المناسبة انك تعرض فيديو زي ده على قناة رياضية؟ انت بتعمل دعاية للفيلم ولا يعني بالناس اللي هم طالعين دلوقتي اللي احنا لو جبنا سيرتهم في الفيديو هيقفلوا الفيديو خالص، اللي هم معترضين والمثليين والقرف ده، بتعمل لهم دعاية ولا ايه الحكاية بالظبط؟ دي اول نقطة. يعني ما ينفعش اصلا تعرض فيديو زي ده. يعني هو اللي فات كان ينفع عشان نتكلم عن الفيديو اللي انت عرضته، اللي بعد كده القضاء. كل حلقة تقول مش عايز اخش في خناقة مع القضاء ولا اي مشاكل مع القضاء، وتبدأ تلمح انك مظلوم وانك اتظلمت في العهد الموجود حاليا والمواضيع دي كلها، وبتقول ان قاضي شطبت عضويته من قناة الزمالك ادالك حكم سجن بالسنة. يعني انت بتقول ان القاضي ده بالعند فيك عمل كده؟ يعني ازاي بتقول لما سبب احكام القضاء ومش عايز اتكلم عن القضاء وراجع تقول وبتتهمه بحاجة زي كده؟ وكل شوية تقول الفساد والإعلام طب مش معنى دلوقتي بالذات يا سيادة المستشار السابق يعني طلعت تتكلم عليها؟ ما انت لو صوت مصر زي ما انت بتقول وبتدعي ان في مشاكل وفي فساد وفي مصايب، كان المفروض من زمان قوي بقى من وقت ما شفت الحاجات دي كنت رحت تتكلم عليها. لكن انت جاي تطلع وبتقول صوت الشعب. انا عن نفسي من الشعب ده وما يشرفنيش انك تكون ممثل ليا او تتكلم عن مشاكلي او صوتي، واكيد برضو الناس التانية يعني لها ارائهم ونحترمهم وكل واحد يعني عارف كويس مين اللي ممكن يكون ممثله، بدليل ان انت سقطت في الانتخابات وبتدعي برضو ان الدولة هي اللي زورت لك الانتخابات. والله ما انا عارفه بتلقح على ايه. على الله حكايتك، على الله حكايتك. انا بس جبت الفيديو توثيقا وعشان نقول يا جماعه احنا وصلنا لمرحله سودة. يعني الفتره اللي فاتت كان في كلام زي الزفت بيطلع يتقال والفاظ، الكلام ده ما بطلتهوش يعني، لا بالعكس طورنا الموضوع وبقينا نجيبوا فيديوهات لناس شواذ وناس ما علينا. الله يصلح الامور، الله يصلح الامور. والحمد لله ان احنا ما عرضناش اللقطه اللي انت جبتها، مش ناقصه يعني، كفايه اللي احنا بنشوفه وبنسمعه. وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه، وبطلب من حضراتكم نعمل لايك ونشترك في القناه ونشير الفيديو علشان دايما يوصل لحضراتكم كل جديد، ونقول يا رب الحال يتغير. اشوفكم على خير، تحياتي لحضراتكم.